من فترة الحقيقة وأنا مهتم بصراحة بإعادة التدوين اللي أنا شايفه إن هي فيها فوائد كتير وهكذا، وكنت حتى ذكرت الموضوع دوت في أكتر من فيديو سابق. يعني النهاردة وأنا بحاول أواظب على إعادة التدوين ديت لقيت إن في جزء من الحاجات اللي كتبتها تستحق المشاركة، من باب إن إحنا نحاول نتأمل فيها مع بعض، مش من باب إن إحنا بنتسلى. فهعرضها عليكم، هي ما فيهاش حاجات شخصية قوي، فحسيت إن أنا هبقى مستريح إن أنا أشيرها معاكم، وفي نفس الوقت لعل يكون فيها إفادة إن شاء الله، لأن حاسس فعلا المعنى دوت يعني هو جه في بالي كده مع سياق الأفكار بشكل تلقائي، مش قاصد ان انا اتكلم عنه في فيديو او ما الى ذلك، ولكن في النهايه لما بصيت عليه في الاخر كده حسيت ان احنا ممكن نشاركه مع بعض وندردش فيه شويه، لعل الفائده تعم ان شاء الله. هتحسوا ان السياق يعني كانه مجتزأ من حاجه معينه، لان زي ما ذكرت ده جزء كده كده من كتاباتي يعني، ولكن ان شاء الله المعنى نفسه او الفكره نفسها كلها مشروحه في الجزء اللي انا هعرضه دلوقتي. ودي الحاجه الاساسيه اللي في بالي حاليا. الحمد لله ربنا كريم. كام مرة الدنيا قفلت فيها وتيسرت بعدها، وكام خسارة مادية وضيق نفسي وإحباط مريت بيه والدنيا مشيت بعدها. بفكر نفسي حاليا إن ربنا بيدبر كل شيء بعلمه وبحكمته، ومش شرط التدبير ده بالضرورة يكون موافق لهوايا، ولكن في النهاية هو ده الخير ليا. وربنا سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، لذلك أنا راضي تماما ومطمئن، والحمد لله مش حاسس بمشاعر سلبية مقعدة. المشاعر السلبية لابد منها، لأن هي اللي بتبرز معنى المشاعر الإيجابية، وهي اللي بتترجم لدوافع قوية. والتأقلم مع المشاعر دي أنا بعتبره من النضج الفكري، وفي النهاية وضع كل الأمور دي في مكانها الصح ومقدارها المعقول هو الأفضل، لأن في النهاية الدنيا كلها بما فيها ما هي إلا له، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفها: ولا يجب علينا إننا نتلهي باللهو عن الغاية الأهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله، أول مرة أخد بالي حاليا إن كلمة لهو اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها الدنيا مشتقة من الإلهاء، وده بالظبط اللي كنت بتكلم فيه من ثواني. ربنا يشغلني ويصرف عني الانشغال المقعد باللهو، ويهون علي حياتي ويرزقني طريق لعبادته ويرضى عني. آمين.